بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، السادة ممثلي الإدارة الذاتية، ممثلي الأديان والمذاهب والحركات السياسية والفعاليات الاجتماعية، تجتمعون اليوم لتشهدوا لحظة تاريخية فارقة، لحظة تتجلى فيها أسمى معاني الإنسانية والتعايش والتآخي. كم كنت أود أن أقف بينكم اليوم لأشارككم هذه اللحظة المباركة وجها لوجه، ولكن من خلال هذه الشاشة أقف بقلب يفيض بالفخر والأمل، وبعقل يؤمن بمبادئنا الراسخة في التعايش والوحدة والعيش والمصير المشترك، لأرى في هذا اليوم تجسيدا لقيمنا المشتركة، تلك القيم التي ناضلنا من أجلها وقدمنا في سبيلها التضحيات الجسام. إن وضع حجر الأساس لدار عبادة إيزيدية اليوم هو ثمرة جهود وإيمان راسخ، وهنا لابد من أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الإدارة الذاتية في روجافا في إقليم شمال وشرق سوريا، التي أتاحت بقرار حكيم قطعة الأرض الكريمة هذه، إيمانا منها بحق كل مكون في ممارسة عبادته بكرامة وحرية، ولتعكس عقيدتها الأصيلة في التعايش وحماية التنوع. هذا الصرح الذي لن يكون مجرد بناء من حجر وطين، بل سيكون منارة للسلام ورمزا حيا للتعايش الذي سنحرسه ونغذيه بأرواحنا. إنه مشروع بناء صرح حضاري يعبر في شكله ومضمونه عن علم الكون بمنظور الديانة الإيزيدية. نحن في أرضنا المباركة هذه عشنا تعايشا فريدا بين مكوناتها، وهي اليوم تؤكد للعالم أجمع أن الإرادة الحرة للشعوب في روجافا شمال وشرق سوريا هي إرادة بناء وتسامح، لا إرادة هدم وبناء. لقد تعلمنا من تاريخنا الطويل ومن تجاربنا المريرة أن قوتنا تكمن في وحدتنا، وأن ضعفنا يكمن في تفرقنا وتمزقنا. لقد أثبتت ثورة 19 من تموز أنها ليست مجرد ثورة سياسية، بل هي ثورة اجتماعية وثقافية، ثورة تهدف إلى بناء مجتمع ديمقراطي حر، مجتمع يتسع للجميع، يحترم التنوع، يصون كرامة الإنسان. واليوم نجتمع جميعا لنبارك لإخوتنا وأحبتنا الإيزيديين هذا الصرح، فأنتم أيها الإيزيديون الكرام أهلنا وشركاؤنا في الأرض والوطن، وإن ديانتكم العريقة هي جزء لا يتجزأ من جمال هذه المنطقة الغنية. لقد عانيتم الكثير وواجهتم الظلم والاضطهاد، خصوصا بعد الإبادة الجماعية في 2014، حيث فقد الكثيرون منكم بيوتهم وقراهم، وعانوا أقسى أنواع النزوح القسري، ولكنكم صمدتم وتمسكتم بإيمانكم، وبقيت جذوركم راسخة في هذه الأرض. إن بناء دار عبادتكم اليوم هو انتصار لإرادتكم، واعتراف بحقكم بممارسة شعائركم بحرية وكرامة،
وهو رسالة واضحة لكل من يحاول زرع الفتنة والتفرقة بأننا هنا موحدون أقوياء، ولن نسمح لأي قوة كانت بأن تكسر وحدتنا أو تفرق صفوفنا. الحضور الكريم، إن التعايش الديني ليست مجرد شعار نرفعه، بل هو علم نطبقه ومنهج حياة نتبعه. إن كتابنا المقدس القرآن الكريم يدعونا إلى التعارف والتآخي بين الشعوب، ويؤكد على أن الاختلاف في الأديان والألسن والألوان هو آية من آيات الخالق عز وجل، حيث يقول المولى عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية الكريمة هي أساس علمي واجتماعي للتعايش، فهي تؤكد على أن التنوع البشري هو لغاية التعارف والتعاون وليس للتناحر والشقاق. إن بناء مجتمع قوي مزدهر يتطلب منا جميعا أن ندرك هذه الحقيقة العلمية، وأن نعمل على تعزيز الروابط الإنسانية بيننا بغض النظر عن انتماءاتنا الدينية أو العرقية. فالتعايش الحقيقي هو عندما يدخل ضوء الشمس مكانا ما يهرب منه الخوف والمرض. في هذه اللحظة التاريخية أدعوكم جميعا وأبدأ بنفسي إلى أن نجدد العهد على المضي قدما في طريق الوحدة والتعايش. إن التحديات التي تواجهنا كبيرة، ولكن إرادتنا أقوى. أعداء الإنسانية الذين يسعون إلى تدمير قيمنا ومبادئنا هم أصحاب الفكر الظلامي والتفرقة، ولن يفلحوا ما دمنا متكاتفين متضامنين مؤمنين بقضيتنا العادلة، لنجعل من كل واحد منا سفيرا للسلام والتآخي في محيطه، ولنتعاهد جميعا بحماية هذا الصرح وقيمه، لنكن يدا واحدة في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، مستقبل يسوده السلام والعدل والحرية والكرامة. أبارك لكم جميعا هذا الإنجاز العظيم، وأدعو الله عز وجل أن يكون هذا الصرح منارة للخير والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.